في أمريكا أو كندا أو أستراليا الفيديو ده أكيد مهم ليك. أنا هاشير سكرين دلوقتي ستيب باي ستيب إزاي تاخد يوديمي بزنس أو لينكدين ليرنينج كورسات كاملة فور فري. أنت شايف في السكرين أنا بخش على جوجل وبكتب بابليك لايبرري أو بكتب يوديمي ثرو بابليك لايبرري أو حتى بكتب لينكدين ثرو بابليك لايبرري، بس أنا هتكلم النهارده عن يوديمي. في حاجة اسمها جل، ده ويب سايت اسمه جل. الويب سايت ده زي ما انت شايف كده، انت بتفتح الويب سايت اي هايلي ريكومند ان انت تفتح من ديسك توب او لابتوب او عامه كمبيوتر، وتدوس على الاورنج بutton اللي هو بيقول لك جو ثرو باي انستتيوشن. من هنا هتلاقي فيه يا تفتح اللوكيشن بتاعك يا تختار الكاوني بتاعتك. يعني مثلا انا ويك كاوني، فانا هكتب ويك كاوني ناو. وممكن تختار الكولج بتاعتك، لو ساعات الكولج بتبقى عامله سبورت للحاجات ديت ودافعه ثمن البلاتفورم ديت للطلبه بتوعهم. ودي حاجه مهمه جدا عشان دي بتعلمك اكسبيرينس وسكيلز، مش بتعلمك اكاديميك حاجه والسكيلز حاجه تانية خالص. دلوقتي انا هخش بالكاوني بتاعتي، فانا شايف ان دي اي لايبرري فيهم انا هخش فيها. لما اخش على البيج التانية هيطلب مني رقم اللايبرري بتاعي. اي واحد بيخش يقدم على كارد بتاع اللايبرري بيخش ياخد كارد، الكارد ده انت بتعمل له باس كود. فانت لو عندك عيله 4 افراد مثلا ممكن يبقى معاك 4 كروت، فلو عندك واحد صاحبك تاني في حته تانية ما عندهوش يوديمي سيرفيس ممكن تديله الرقم بتاع الكارد دوت. انا دخلت هنا عن يوديمي فهخش هلاقي بقى تاني، فلازم اعمل اكونت على جل. انا اصلا عامل اكونت عليه على جل، فانا هحط اليوزر نيم بتاعي او الايميل بتاعي وهحط الباسورد. دن، انا كده جوه البلاتفورم بتاعت الكورسات كامله فور فري. اي تي anything you can imagine هتلاقيه جوه البلاتفورم ديت. والكورس بيبقى بال 60 و70 ساعه، وفي كورسات ساعتين ثلاثه. 60 70 ساعه ده يعني بيدي لك كورس قوي جدا ممهد ان انت تشتغل بيه بنفس التولز اللي موجوده جوه الشركات العالميه. تعال نبص هنا مثلا، انا هخش مثلا على اي كورس كده هعمل انرول. لما تدوس على البعن الانرول ده هو دخل اللايبرري بتاعتك، هو خلاص تقدر تتفرج عليه. يعني مثلا البنت ديت عندها 500 الف فيو 5 ستار، بتعلم بايثون. فدي حاجه جامده جدا، بتعلمك البايثون ان انت تعمل ديسكتوب ابلكيشن او تعمل حاجه في 100 يوم. يعني انت لو كونسيستنت معاها 100 يوم بتتعلم، انت هتطلع فاهم بايثون، هتعرف تشتغل، هتاخد مرتبات كويسه جدا في السوفت وير، او تخش تشتغل في الباك اند او فرونت اند في اي ويب ديفلوب. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تشتغل عليها لو انت فعلا حابب ان انت تشتغل على نفسك.